ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده رايحين مدرسه بنتي، عاملين زي انفيتيشن كده للبيرنتس وعاملين زي مسابقه. تعالوا بقى اخدكم معايا ونشوف الاجواء عامله ازاي. ومش عايزه اقول لكم بقى الحاج صاحب البيت نازل فرحان قوي. تعالوا معايا. وصلنا المدرسه وروبي فيري اكسايتد يا روري. اول ما دخلنا ادي الورقه دي لرورو، وهنشوف بقى ولازم نمضي كده في ورقه. اوريكم ماضينا وخلصنا وداخلين بقى ايه نشوف. متحمسين، عايزين نعرف ايه اللي هيحصل. كده الروبي المفروض ان هي بالسناره دي هتاخد رقمين، وبعدين هتقول لها ناتج الرقمين دول كام. يلا يا رورو. نمبر 3 اول حاجه طلعت معاها. يا لولو. واو يا رورو. بصي عشان توضح لها اكتر هتقسمها لها. عشان فازت هتديها واحده بسكوت. بصوا انا بيجمعوا اشكال كده. تاخد كارت من ده. And you have to solve it. المفروض ان هي تحل المسألة ديت اللي هي 10 بلس 2. Right, they come, they say, you know, like that. Challenge. برافو يا رورو، برافو. بعد كده المفروض تسحب واحدة من دول من غير ما توقعها. شاطرة يا رورو. بعد كده ادوها رقم تاني 9 بلس 6. I said, how is your mom? تختار مكعب بلبل من غير ما توقعها. يلا يلا يا رورو من غير ما توقعي. وهنا كانت بتختار بطه، وكل بطه من دول عليها رقم، وبعدين بتكتبه لها على لوحه وهي تحل المساله. هنا بيعلمها ازاي تعمل اللعبه. تمسك الكوره وتحطها في الكوبايه ديت. يلا لولو تاني. واخيرا دخلنا الكوره. يلا شاطر. كان في اللعبه دي عامله زي الشطرنج كده، وبيحسبوا لهم تايم عشان يقدروا يحلوا فيها المسائل دي. بصوا هنا كانوا يكتبوا الارقام ويعملوا سحب عشان يشوفوا مين الطفل اللي هيكسب جوائز. يلا يا روبي اختار هدية. Now we're talking. Okay. I'm just gonna go like this. So I'm not looking. All right. في كمان العروسة دي يا لولو. All right. Are we ready? Okay, here we go. بس بقى وخلصنا بعد يوم ايه حلو وكسبنا. طبعا لازم بعد ما نخلص الايس كريم، صح يا رورو؟ خدت براي. بعدين صودا. ده صودا؟ صودا ولا ماي؟